ده وانتوا هتسيبوني كده؟ وانا مش مكمل معاكم ولا ايه؟ اي شاب بيخلص او اي بنت بتخلص بيحصل له شوك، بيلاقي نفسه مطالب منه حاجات كتير قوي، ولو ما عملهاش هو فيلم بيقع. تعتمد بقى على نفسك. طب يا جماعه ما انتوا ما دربتونيش اعتمد على نفسي. بيلاقي نفسه مش عارف. لان في ناس بتتهم نفسها بالضعف. ماشي ايه؟ هو مش عارف يعمل ايه اصلا، عايز حد يوجهه. هو بيقعد في الصراع ده فتره نتيجه لصدمه الواقع، لانه مش فاهم هو في ايه وليه مش عارف يبتدي. انت فاشل، انت متعب، انت مش عارف، انت ما تقدرش. هو انا ممكن اكون خايفه عليكي برضه، بس طريقتي عامله ازاي ودتنا لفين؟ هل انت عندك استعداد ان انت شخص يعيش في دوامه نفسيه بسببك تحاسب عليها انك انت اذيته بالكلمه اللي زي دي؟ شيء طبيعي ان كلنا بيحصل لنا انتكاسه الفكره ونرجع نحاول معاها. طيب انت كده اذيتيني، انا حسيت ان انا مفيش غيري صاحبتك، مفيش غيري انا بس اللي بتحبيني. لازم يقف مع نفسه اللحظه دي. الناس اللي بيتكلموا في الصحه النفسيه قالوا حاجه مهمه قوي، قال لك الافكار لازم تاخد درجات، بس ما كانتش هتوصل لخناق. هنا سايكاتريك، يعني محتاج طبيب نفسي متخصص احدد الاول احتياجاتي. يبقى انا عملت هنا ايه؟ سعي. النصيحه انه يخرج بسرعه ويستخدم الادوات المعرفه. انت تروحش وبتقولها بسرعه، اعتذر عادي جدا. ده انا هسيبه وتسيبيه فعلا. ما تخرجيش، ما تقابليهوش في عيد ميلاده، ما تقابليهوش في الجامعه، ما تعمليش اي حاجه. لازم تقولي لا، بس بطريقه تناسب شخصك. خليك دايما وسط، وضع القول في مكانه. خلقنا في الدنيا لان احنا نكون افضل مننا دلوقتي. خد مساحتك في الحزن عشان هو كده كده وقت وبينتهي. مفيش حد بيعيش نفس المشاعر طول الوقت الا اذا زي ما قلت لك دخل في المرض النفسي فعلا. بيأهلك، بيجهزك، بتعملي خطوات، بتسعي سعي جواك بقى، سواء انت كوتش يور سيلف او حد قام بالجروب الكوتشنج اللي معاك. وده كل ما خدتي الاكشن بدري كش مالك يعني. انا سماح عبد الرؤوف، لايف كوتش سيرتيفيكيتد من ICF، ومدرب معتمد دولي من جامعه عين شمس.